السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة طبخ صحي العربي. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وبما أننا في موسم الحامض أو الليمون، ف قناة طبخ صحي العربي غتقترحوا عليكم بطريقة قناة طبخ صحي العربي حامض 100%، نتيجة مضمونة قليل الملوحة، وأكيد لن يفسد معكم، ففقط التزموا بالطريقة كما يجب. الحامض غنستعملو الحامض البلدي لانه احسن نوعيه وكيعطي نتيجه ممتازه بالنسبه للنتيجه النهائيه. الحامض البلدي ضروري نغسلوه. وغندوزو مباشره للطريقه. بالنسبه للقنينه اللي غنستعملو فدائما نقوموا بالتعقيم. انا ما كنقومش بالتعقيم ديالها بالحراره، وانما كنعقمها بخل طبيعي 100% بدون اضافات. هذا خل تفاح واخداه من جمعيه او تعاونيه اللي كيستعملوا فقط التفاح بدون اي اضافات ولا سلفات. كنقوم بغسل القنينه الزجاجيه، ومن بعد كنقوم بغسلها بالخل فقط. كنقوم بتصفيته فقط، هذا هو العمل اللي كنقوم به. وكذلك عندنا حامض بطبيعة الحال والملحة الحية. الملحة الحية أو الملح الصخري فقمت فقط بتكسيرها، لأن كنشريها دائما حصى من الحجم الكبير، وكنقوم بتكسيرها في البيت. وهي اللي ضروري أننا نستعملوها في المخللات لأنها بدون إضافات، طبيعية 100%. بالنسبة للطريقة اللي كنقوم بها في تخليل الحامض، فهي كنقوم بقسم أو تقطيع الحامضة أو الليمونة على 4 قطع، وكنخليها متصلة مع بعضها. ما كنقوم بتقطيعها، ولكن كنحافظ عليها ملتصقة مع بعضها. وشنو كنقوم كذلك؟ كنعصر عصير الحامضة داخل القنينة كيف كتشاهدوا. كنعصرها كلها جيدا، ومن بعد كنقوم بحشيها بالقليل من الملح في مكان العصير الحامض اللي زولناه او اللي عصرناه. كنغطي عليها، كنعاود نقفل عليها، وكنقوم بضغطها جيدا في القنينه. الجميل في هذه الطريقه اننا كنقطعوا الحامض على 4 قطع وكنعصروه داخل القنينه، هي اننا ما كنحتاجوش نهائيا لإضافة عصير حامض آخر، وما كنحتاجوش كذلك لإضافة أي مادة سائلة يعني ماء أو عصير حامض. بالنسبة للطريقة كيف كتشاهدوا راها سهلة جدا. يكفي فقط أننا نقطع الحامض على 4، كنعصروا العصير داخل القنينة، وكنقوموا بحشي الحامض الفارغ من العصير بكمية قليلة من الملح. ويفضل كذلك أن كمية الملح تكون قليلة جدا. هكذا كنضمنوا كذلك أن الحامض ما كيكونش شديد الملوحة، وحتى لا ضرينا أننا نملحوا به أطباق فما كتكونش يعني كيكون طعم متوازن. وفضلت كذلك أن هذا الجزء كامل نخليه باش تلاحظوا وتشاهدوا بأعينكم أن كل مرة كنضغطوا على الحامض كل مرة كيعوم العصير من فوق. وضروري بين كل حامضة وحامضة ضروري تضغطوا جيدا. الضغط كيساعد على أننا كنقوموا بإضافة كمية كبيرة من الحامض، وفي نفس الوقت كنضمنوا أننا كنفرغوا الهواء اللي كيكون ما بين الحامض. كذلك بالنسبه للبذور فما كنزولهاش من الاول، كنخلي او كنكتفي فقط بالكميه اللي كتعوم فوق القنينه من الفوق، هي اللي كنزولها. القنينه ضروري يكون فيها جوانب لانها كتساعد على ان الحامض ما كيعومش او ما لا يطفو فوق سطح القنينه. والاضافه الثانيه هي كنقوم برش القليل من الملح فوق سطح القنينه. وممكن كذلك انكم ما تخليوش القنينه تمتلئ كيف ما خليتها انا، لانها مع المده فضروري ان بعض السوائل كيخرجوا من القنينه، خاصه الا ما استعملتوش القنينات اللي كيكونوا محكمه الغلق.
فهنا ضفت كذلك قليل من زيت الزيتون. يفضل بالنسبة لكم تخليو القنينة ما تمتلئش عن آخرها كيف عندي أنا، لأنها من بعد سربات لي القليل من عصير الحامض. والإضافة الأخيرة كيف شاهدتوا ضفت زيت زيتون لمنع الأكسدة ولأنه كيكون عازل ممتاز. والإضافة الأخيرة هي ورق الخبز أو ورق الزبدة، كنقوم بطيه على 4 وكنغطي به القنينة من فوق. وإضافة أخرى هي تاريخ التخليل، لأنها كتساعد جدا، خاصة إلا كنا غادي نحضروا كمية كبيرة من المخللات من نفس النوع، فدائما كتساعدنا على أننا نستهلكوا أقدم وحدة أو أقدم مخلل. كنستعمل هذه الطريقة دائما مع الحامض وكذلك مع السمن البلدي أو السمن الحار، وخاصة إلا كان الموسم فيه زبدة كتيرة فكنستعمل قنينات مختلفة، وفي نفس الوقت كنحفظها بتاريخ التصبير. كنزول الباقي من أوراق الزبدة أو ورق الخبز. بالنسبة للحامض مدة التخزين ديالو فكنخزنوه في مكان مظلم مع إحكام الغلق مدة 30 إلى 40 يوم. من بعد ما كتفتحوا القنينة للاستهلاك ضروري أنكم تحفظوها في الثلاجة. القنينة اللي كتشاهدوها فهداك حامض محضر منذ سنة ونصف، يعني حضرته في بداية الموسم السابق، وهذه هي النتيجة اللي كتشاهدوا، ممتاز جدا بدون أي تعفن. بالنسبة للحامض كيف قلت لكم مجرد ما أنكم تفتحوا القنينة ضروري أنكم تحفظوها في الثلاجة، لأنها مع كثرة الفتح والغلق ومع الاستعمال فضروري أن الحامض كيتعرض للهواء، والهواء فيه دائما بكتيريا وطفيليات، والثلاجة هي أحسن مكان لحفظه. وهذا هو الحامض. قمت بتغطيته بقطعة من قماش لتزيين القنينة. نتمنى أن هذا الفيديو يكون نال إعجابكم وكان إجابة لتساؤلات بعض الأخوات وطلبهم وطلباتكم على الرأس والعين، ونتمنى أنكم تجربوا بهذه الطريقة 100% مضمونة ومعتمدة منذ سنين، ودائما النتيجة إن شاء الله مضمونة. ونتلاقاو إن شاء الله الرحمن الرحيم في وصفة جديدة دائما صحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.